علاج التجاعيد، الريتينول ولا البيبتايدز؟ تقريبا ده اكتر سؤال انا بتساله من ساعه ما بدات السوشيال ميديا، وخليني اقول لكم ان الترند ده مكمل معانا كمان ل 2024، لان ببساطه المادتين دول مضادين للتجاعيد والعلامات تقدم العمر بشكل كبير، وفعلا بيفرقوا لما تدخليهم في الروتين بتاعك في مظهر وشكل وشده البشره. ففي الحلقه دي انا هقول لك امثله مصري ومستورد تحفه، هعلمك ازاي تدخليهم في الروتين بتاعك صح، هوريكي اسعار وهوريكي زي طريقه استخدام، وهعرفك المقارنه الحقيقيه ما بين الريتينول والبيبتايد، لان كل واحد منهم هيكون مناسب في حالات معينه وهيكون مناسب لانواع بشرات معينه. فعشان ما اطولش عليكم، واللي لسه مش عارفني انا دكتور ناديه، اعملوا سبسكرايب بسرعه ويلا نبدا. البيبتايدز طبعا هتلاقيكي السنه دي شفتي منه انواع كتير، اللي يقول لك بوتوكس ان باتل زي الارجرلاين، او يقول لك فيلر ان باتل زي الماتريكسيل، وكمان اكيد سمعتي عن الكابر بيبتايدز. فتعالوا مع بعض نشوف البيبتايدز ده كلام ترندات ولا كلام دراسات. البيبتايدز هي احماض امينيه احنا بنستخدمها عشان تزود الكولاجين والالاستين في بشرتنا، فبالتالي بتقلل علامات تقدم العمر، بتقلل خطوط الوجه التعبيريه، وكمان بتزود مرونه البشره. مش بس كده، خليني اقول لكم ان البيبتايدز ليها فوائد تانية كتير قوي، من اهمها انها بتساعد على ترطيب البشره، فلو انت بشرتك جافه البيبتايدز بتكون اختيار ممتاز. وغير كده كمان هي مرمم جيد للبشره، وفي انواع منها مضاده للالتهاب زي الكوبر بيبتايد، فعشان كده مهم جدا لو انت بشرتك جافه او حساسه انك تدخلي البيبتايدز في الروتين بتاعك، خصوصا الصبح. وركزوا في الكلام دوت، لان احنا دلوقتي برده او في اخر الحلقه هنعمل مقارنه ما بينه وما بين الريتينول عشان نبقى عارفين كل واحد بنستخدمه امتى. وعشان نشوف الانواع عامه بتاعه البيبتايدز يلا بينا ندي امثله. الماتريكسايل 3000 او الماتريكسيل، في التركيبات ما بتكونش مكتوبه بالاسم ده، ساعات كتير بتكون مكتوبه باسم بالميتويل تراي او تترا بيبتايدز، وده معناه هو ماده الماتريكسيل اختصارا ليها. والدراسات بتقول زي ما انتم شايفين ان ليها فوائد هايله جدا كمضاده لعلامات تقدم العمر، او بنسميها فيلر ان باتل. وكل الناس اللي استخدمتها او كل الريفيوز اللي استخدموا الماده دي بيقولوا انها فعاله جدا في الكراوس فيت او في العلامات اللي جنب العين، وكمان في ال 111 اللي بتكون موجوده في الجبهه. ولو اتكلمنا على اشهر نوع فيهم، طبعا احنا بنقول ذا اورديناري ماتريكسايل بلس هيلورونيك اسيد، ولكنه مقاطعه، فعشان كده انا جايبه لكم بديل. البديل اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو ادفانسد كلينيكالز بيبتايد سيرم. خليني اقول لكم ان في 6 انواع بيبتايدز مختلفه، والريفيوهات عليه خطيره زي ما انتم شايفين صورته دلوقتي على الشاشه، وممكن نبقى نعمل له حلقه تانية قدام. وفي برضو براند مصري اسمه فايتو كير عامل سيرم اسمه بريستين هوب، حاطط فيه التو بيبتايدز الارجرلاين وكمان الماتريكسيل. بصراحه انا ما جربتوش، ولكن في دكاتره كتير جربته ومدين ريفيوهات تحفه عليه على الانستجرام. يمكن اجربه السنه دي ويمكن لا، لسه مش عارفين، ولكن برضو من الحاجات اللي انا برشحها لو انت عايزه تجربي البيبتايدز. طب هم بيسموا ليه الارجرلاين بوتوكس ان باتل؟ تعالي اختصر لك القصه بطريقه تفهميها. البوتوكس ده عبارة عن بروتين بيتحقن جوه طبقات داخلية في البشرة عشان يمنع الناقلات العصبية أو النيورو ترانسميترز من إن هي توصل ما بين العصب والعضلة، فبالتالي لما ده بيتكسر أو النيورو ترانسميترز دي بتتكسر، مفيش أي نوع من أنواع النقلات العصبية ديت إن هي تروح من العصب للعضلة، فالعضلة مش بتتقلص أصلا، فبالتالي لو حتى كشرتي ولا عملتي أي حاجة مفيش اي نوع من انواع تقلص العضله. ده ببساطه او باختصار البوتوكس بيشتغل ازاي. طب الارجرلاين بقى بيشتغل ازاي؟ الارجرلاين بيمنع من اساسه خروج النقلات العصبيه دي، فبالتالي برده مش هتوصل للعضله، فمش هيحصل تقلص. فعشان كده بقول لك ان هو يعتبر ميميك ليه، او يعني بيقلد طريقته في الشغل، ولكن برده مهم جدا ان احنا نكون عارفين انها مؤقتا، يعني نقدر نقول ان هي تعتبر بديل للحقن للناس اللي بتخاف من الحقن، لان ايفنتشولي او في الاخر كلنا بنحقن. فعشان كده خلينا نأجل موضوع الحقن شويه لما نجرب بيبتايد زي الارجرلاين. يعني ايه مؤقت؟ يعني طول ما انت بتستخدميه علامات الوجه التعبيريه تقريبا مش موجوده، ولكن لما توقفيه كانك ما عملتيش اي حاجه، لان زي ما اتفقنا هو بيقفل الاشارات العصبيه او النيورو ترانسميترز دي من انها تخرج، فانت ما بتستخدميهوش فهي بتخرج عادي، فالموضوع مؤقت بحت، ولكن اكيد يستحق التجربه. طيب اشهر واحد طبعا ده اوردينري، وزي ما اتفقنا انه مقاطعه.
خليني اقول لكم البدايل. اول حاجه طبعا براند بسمه بوسيل، انا عامله له حلقه كامله على كل السيرمز اللي بسمه عاملاها عندها، ولكن احنا طبعا بنتكلم دلوقتي على الارجيرلاين، فبرشح الارجي سيرم او الارجي سيرم زي ما هم بيسموه، لانه جواه ارجيرلاين 10%، ودي تعتبر نسبه كويسه جدا. تاني نوع هو ذا انكي ليست كولاجين بيبتايد سيرم، برده من الحاجات التحفه، اصلا براند ذا انكي ليست كله خطير، فتقدروا تجربوه لان جواه الارجيرلاين بنسبه 10% برده. واخيرا في براند مصري اسمه سيليت عامل الكزير سيرم، ده جواه ارجيرلاين كيو 10 برضو بنفس التركيز ال 10%، يعتبر كويس، الريفيوز عليه كويسه، انا برضو مجربتوش، ولكن من الحاجات اللي انا بريكومند لو انتوا عايزين تجربوا حاجه فيها ارجيرلاين ببادجت مش كبيره، لان هو يعتبر سعره كويس. وطبعا مش هنقدر ننسى السيرم الازرق الشهير الكوبر بيبتايد فروم ذا اوردينري، لانه اثار ضجه كبيره جدا لما نزل بلونه وكمان بالايفكت بتاعه، لانه مخصص للبشره الحساسه، مضاد للالتهاب، مضاد للاكسده، فعشان كده كان اي حد يقدر يستخدمه، وفعلا كل الناس كانت بتشكر فيه، اللي هو البافيه بلس كوبر بيبتايد. ولكن طبعا لازم نقول البديل هو ذا جود مولكيول سوبر بيبتايد سيرم، وكمان السيرم ده مميز جدا لانه جواه مش بس الكوبر بيبتايدز، لا حاطين جواه الارجيرلاين، واخد ريفيوهات خطيره، وانا برضو بحط لكم دايما السيلر اللي انا بشتري منها عامه البراندز المستورده، وانا اي تراست هير جدا، يعني واثقه فيها لاني مجرباها في كذا حاجه، فهقدر احط لكم دلوقتي اللينك او احطه لكم في الديسكربشن بوكس لو اي حد عايز يجرب براند ذا جود مولكيول من البراندز التحفه جدا. وبكده بعد لما خلصنا كلام عن اشهر البيبتايدز، هنبدا المقارنه ما بينها وما بين الريتينول، لما اديكم نبذه صغيره عن الريتينول. بس الاول هطلب منكم طلب، طبعا تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير للفيديو ده، وكمان هطلب منكم ان انتوا تعملوا لي فولو على الانستجرام، لان انا بنزل يوميا ريلز صغيره وميني ريفيوز عن برودكتس انا بستخدمها، اكيد ما بتكونش موجوده طول الوقت على اليوتيوب، ودوت الاسم تحت زي ما انتوا شايفينه، اسمي على الانستجرام، بليز اعملوا لي فولو، وهتبسط جدا لما تبعتوا لي دي امز ونتناقش مع بعض في الروتين بتاعنا. والريتينول فيتامين ايه قتل بحثا، انا عامله بلاي ليست كامله عن كل حاجه انت محتاجه تعرفيها عن ماده الريتينول، هحطها لكم في اخر الفيديو عشان ترجعوا لها كمرجع ليكم لو اي حد لسه ما استخدمش الريتينول او اول مره يستخدمه، هتلاقوا كل المعلومات اللي انتوا عايزينها. ولكن برضو خليني اقول لكم ان هي اكتر ماده او الجولد ستاندرد اللي معمول عليه دراسه كمضاد لعلامات تقدم العمر، علامات الوجه التعبيريه، من افضل العلاجات اللي موجوده للحبوب، بينظم افراز الدهون في البشره، بيعالج المسام الواسعه، التصبغات طبعا الريتينول ليه دور فعال جدا فيها، وهي الماده الوحيده اللي فعلا علميا عليها دراسات كتير جدا من سنين كتير ان هي ليها فعاليه اكيده في علاج التجاعيد. فبالتالي الريتينول طبعا بيكون ريكومندد جدا ان احنا ندخله في الروتين بتاعنا من اول 25 سنه. ليه؟ عشان الكولاجين بيقل في الوقت دوت، وهو طبعا محفز هايل جدا للكولاجين، فبيفرق جدا لما بتدخليه في الروتين بتاعك. واكتر بشره فعلا بتستفاد من الريتينول هي البشره الدهنيه او المختلطه المعرضه للحبوب، لان زي ما احنا قلنا الريتينول بيعالج الحبوب اصلا قبل قصه التجاعيد دي في كريمات كتير زي الادابالين والاكريتين. وعشان تعرفي الترتيب الصح ليهم هحط لك دلوقتي لينك الحلقه اللي بتعرفك فعاليه كل منتج جواه او الريتينويدز عامه، مين فعال اكتر من التاني وتستخدمي مين قبل مين. وحان وقت المقارنه بتاعه الحلقه. خليني اقول لك ان انت لو بشرتك دهنيه او معرضه للحبوب، طبعا الريتينول في الروتين بتاعك هيفرق جدا زي ما انا لسه قايله، ودوت هيعتبر الجولد ستاندرد او الحاجه اللي انت لازم تدخليها في الروتين بتاعك، خصوصا لو عندك علامات وجه تعبيريه باينه. اما بقى البيبتايدز لو انت بشرتك جافه او حساسه قلقانه من الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل في الريتينول، طبعا انا برشح لك ان انت تدخلي البيبتايدز في الروتين بتاعك، وهقول لكم برده تركيه صغنططه كده ازاي ندخل الاثنين مع بعض، لان عامه هما ما بينفعوش نستخدمهم سوا، بس استنوا معايا لاخر الحلقه. فلو انت بشرتك زي ما قلنا جافه او حساسه برشح لك البيبتايدز، بس مهم انك تبقي عارفه ان استخدامه مؤقت مرهون بمده الاستخدام، يعني الفاعليه مؤقته حسب مده الاستخدام، عشان برضو دونت اوفر اكسبكت او تتوقعي ان هو هيحل لك كل المشاكل كانه بوتوكس او زي ما بنروج له بوتوكس ان باتل. وبرضو مهم اعرفك ان الريتينول عشان تشوفي منه فاعليه او تعرفي تحكمي على المنتج اللي انت بتستخدميه فعال ولا لا، محتاجه من 3 ل 6 اسابيع. واكيد مش محتاجه اقول لك ان الريتينول استخدامه بالليل والبيبتايدز ممكن نستخدمها الصبح عادي. طب لو انت بقى عايزه تاخدي الاثنين كده وطماعه زي حالاتي، قعدت ادور عشان اقول لكم ايه المنتج اللي فيه الاثنين من شركه موثوق منها فعلا،
فانا بعتبر البرودكت اللي هقول عليه دلوقتي هو الجوكر بتاع الحلقه، وهو باولا's تشويس ريتينول 1% سيرم. البرودكت دوت حاطين فيه ريتينول 1%، حاطين فيه ماتريكسايل 300 او بيبتايد الماتريكسيل زي ما قلنا، حاطين فيه فيتامين سي، وحاطين فيه هيالورونيك اسيد. فتقريبا يعني كده احنا هنقفل عليه الروتين. انا مش شايفه ان احنا ممكن نستخدم اي حاجه تانية لو دخلنا البرودكت ده في الروتين بتاعنا. استخدامه بيكون 3 مرات بس اسبوعيا لو انت ناويه تجربيه، وفعلا اكيد هيفرق معاكي. من الاخر كده مش هتحتاجي غير غسول ومرطب وواقي شمس، ويلا بينا نروح ونقفل الروتين. وعشان برضو تعرفي اكتر عن الريتينول، لان انا ما حبيتش ارغي عنه كتير في الحلقه دي، هحط لك دلوقتي البلاي ليست بتاعت كل حاجه محتاجه تعرفيها عن الريتينول، وبرضو هحط لكم حلقه الارجيلاين اللي انا كنت عاملاها فروم ذا اوردينري عشان تفهموا المواد دي شغاله اكتر ازاي بشكل علمي وبدراسات مؤكده في الحلقه اللي انا لسه حاطاها لكم على الشاشه. فما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وهستنى منكم الفولو على الانستجرام زي ما اتفقنا، واشوفكم في الحلقه الجايه.